ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله حلوه، رقيق فلاحي على قد الايد برضك. وهي الرقاق الفلاحي. والرقاق الفلاحي انا اولادي عن نفسهم بيحبوا الرقاق. هنجيب كيلو دقيق متعدد الاستخدام، ومعانا كيلو لبن مروبينه باللبن. بيبقى حليب جايبينه من عند الفلاح او من عند اي حد تكون عارفاه، يكون لبن بخير. تسخني الفرن وتروحي حاطاه في طاجن او تحطيه في صينيه، وتكون الفرن سخن. قبليها بتقفلي عليه النار وتسيبيه ليلة كاملة، بيروب زي ما حضراتكم شايفين كده، وعلى وشه قشطة زي ما حضراتكم شايفين كده. فهنا كيلو دقيق، وكوباية إلا ربع سمنة سايحة، زي ما حضرتك حابة، سمنة بلدي، سمنة عادية، مفيش مشكلة. المستحب عندك واللي قدرتك تقدر عليه. وعندك نص معلقة سمنة، نص معلقة ملح، ومعلقة سكر. هنحط المكونات في طبق وهنقلب زي ما حضرتك شايفين كده. احنا جبنا طبق واسع شوية وحطينا فيه الدقيق، وهنحط عليه المكونات الجافة اللي هي السكر والملح، ونقلبهم في بعض. ماشي. ويا ريت يا جماعه ما تكونوش في حاجه تكون الومنيوم، عشان الالومنيوم بيطلع في العجينه. فهنحط المكونات، وبعد كده هنحط اللبن، نص اللبن الاول، ونعجن. وبعد كده هنحط النص التاني. هنحط لبن بالتدريج، بحيث ان اللبن حتى لو جه كتير يبقى انت عارفه مقدار اللبن قد ايه. ماشي. زي ما حضراتكم شايفين كده، حطينا النص الاولاني وقلبنا، ولقينا ان الدقيق محتاج لبن تاني، فهنحطه تاني ونقلب لغاية لما يختفي من ايدينا اللبن ويندمج كويس قوي مع الدقيق. زي ما حضراتكم شايفين، بعد ما اللبن والدقيق يندمجوا مع بعض، هنجيب كوباية السمنة، كوباية الا ربع سمنة، ونقلبها فيها. وده منظر بعد ما قلبناها، طلعت من ايدي، مبقتش تلزق كده. فطبعا وانت بتعملي السمنة هتفرول في ايدك في الاول، وبعد كده هتلميها مع بعضيها وتعجنيها. طيب لو السمنة جت كتيرة واللبن الدقيق مشربهاش، هتعملي هتحطي حبة دقيق صغيرين لحد ما تلمي زي ما انتم شايفين كده معاكم. ماشي. دي حاجة. تاني حاجة، هنجيب صينية ما حطوط عليها دقيق، بس حبة صغيرين. ماشي. ونقرصها وهوريكم لما نقرصها ايه اللي هيحصل. وده بعد ما قرصناها عملت 26 قطعة. بعد ما قرصناها كده هنحط عليها كيسة ونحط عليها قماش. يا ريت يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. وطبعا احنا بعد ما قرصنا، انتي وشطارتك ان انا قرصتها على قد حجم الطماطمايه المتوسطة او السفندية، فطبعا طلعت لي 25 قطعة. لو عايزاها كبيرة شوية براحتك انتي وراحتك، زي ما انتي ما عايزة. هنسيبها ترتاح من ربع ساعة لنص ساعة، وبعد كده نرش الرخامة دي ونحط نبطط عليه. بس نرش الرخامة دي حاجة بسيطة. ماشي. وزي ما حضراتكم شايفين كده احنا رقيناه. طبعا كنا سايبينها ترتاح نص ساعة. بعد ما ارتاحت وبططناها كده هنحطها في الفرن. وزي ما حضراتكم شايفين كده، ما شاء الله، الله اكبر، ما حطيناها في الفرن بدأت تقب كده. وده عشان سيبنا ترتاح من ربع ساعة لنص ساعة. يا ريت تمشي على الخطوات بتاعتي دي، ان شاء الله باذن الله هيعجبك الطريقه وهتعجبك المقادير بتاعتها. وده الشكل النهائي بتاعها يا حبايب قلبي. ويا رب ان شاء الله باذن الله اكون ضيفه خفيفه عليكم، واكون عند حسن ظنكم. وباذن الله ان شاء الله ضيفوا لايك واشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد.